السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في فيديو سابق ازاي نشغل الموبايل على شاشة الكمبيوتر ونقدر نتحكم في الموبايل بالماوس والكيبورد بتوع الكمبيوتر، وده كان عن طريق برنامج SCRC باي او سكارك باي اللي اتكلمنا عنه قبل كده، والايكون بتاعته العلامة الخضراء اللي فيها الاندرويد. احنا دلوقتي شغلنا الموبايل على الكمبيوتر زي ما شفنا في الفيديو السابق. بنفتح الموبايل بالماوس عادي، بنتعامل مع الموبايل بالماوس والكيبورد، لكن دي صورة فقط. لو شغلت فيديو على الموبايل هسمع صوته من الموبايل مش من الكمبيوتر. على سبيل المثال لو فتحت اليوتيوب، افرض عايز اسجل فيديو على الكمبيوتر باستخدام برنامج كامتيزيا ستوديو مثلا، او لو عندي فيديو على الفيسبوك وعايز اسجله على شاشة الكمبيوتر، مش هسمع اي صوت للفيديوهات دي. عشان كده ده موضوع درس النهاردة، ازاي اسمع صوت الموبايل على سماعات الكمبيوتر. على سبيل المثال انا هفتح على الموبايل اي فيديو، ده فيديو مثلا، زي ما احنا ملاحظين مفيش اي صوت. عشان كده موضوع النهاردة ازاي اسمع صوت الموبايل على سماعات الكمبيوتر. دلوقتي هقفل الفيديو. التطبيق اللي احنا هنتعامل مع تطبيقين، تطبيق سندك باي اللي هو SNDC باي، وده انتاج من نفس المطور اللي عمل برنامج SCRC باي او سكرك باي، نفس الشركة ونفس المطور. هنحتاج تطبيق تاني اللي هو ADB فور موبايل، وده بننزله من جوجل كروم. هسيب لكم رابط التحميل اسفل الفيديو. بلاتفورم تولز للويندوز، ده ملف مضغوط صغير، بنفك الضغط extract here، بنحصل على هذا الفولدر في هذه الملفات داخله. اول ملف اللي هو ADB هو المسؤول عن احساس الكمبيوتر بصوت الموبايل. من متطلبات التشغيل كذلك لازم يكون عندك برنامج VLC للميديا، اللي هو البرنامج اللي الايكون بتاعته القمع المقلوب ابيض في برتقاني، ده لازم يكون متسطب عندك على الكمبيوتر. خلي بقى بال حضراتكم في النقطة دي. بنيجي على تطبيق سندك باي اللي نزلناه مع بعض، الرابط اسفل الفيديو، هو ملف مضغوط، بنفك الضغط بنجد داخله 3 ملفات. بناخد ال3 ملفات دول كوبي. فين بقى؟ في نفس الحافظة اللي فيها ADB فور موبايل ساوند، البلاتفورم جوه الحافظة بتاعة البلاتفورم نفسها، واقول له بيست كده. تمام. ما الخطوة التالية؟ اجي داخل الحافظة بتاعة البلاتفورم اللي اصبح فيها كل الملفات، واجي على السطر اللي فيه الادرس امسحه واكتب CMD انتر، بتفتح لي هذه الشاشة السوداء. بجد مكتوب فيها الادرس. انا داخل الدي في البروجرامز في ADB فور موبايل ساوندز في البلاتفورم تولز، اكتب ADB مسافة devices وادوس انتر.
هجد هنا انه حس بالموبايل، بيبقى فيه السيريال نمبر بتاع الموبايل كده، يبقى انا شغال صح. باجي اكتب sndcby.bat اللي هو ملف الباتش اللي هيشغل التطبيق، واقول له انتر. على طول هيبدأ يحس بصوت الموبايل Preforming Streamed Install. Success تم بنجاح، ويبدأ يجيب شوية كلام. بكده المفروض اني اسمع صوت الموبايل على سماعات الكمبيوتر. بعمل مينيمايز للشاشة السوداء. اما تيجي بكرة مثلا في يوم تاني وعايز تشغل التطبيق، بتخش على البلاتفورم، بتفتح ملف ال ADB وهو نوعه زي ما احنا شايفين ابليكيشن. كليك يمين اوبن، وبتفتح تطبيق سندجباي في نفس الحافظة اللي هو دوت باتش. كليك يمين اوبن، بتيجي الشاشة السوداء اللي شفناها منذ قليل لحد ما بيكتب لك سكسس. كده بيكون صوت الموبايل جاهز انك تسمعه عن طريق سماعات الكمبيوتر. هنا كاتب لك على الموبايل ان الموبايل متوصل عن طريق USB للكمبيوتر. التطبيقات كلها شغالة. تعالوا كده نجرب مع بعض. بنتعامل مع الموبايل بالماوس، بنفتح الموبايل عادي. تلاحظ ان احنا سمعنا صوت التكة. بنفتح اي فيديو على سبيل المثال ونشوف هنسمع الصوت بتاعه ولا لا. انا بسجل حاليا الكمبيوتر صوت وصورة. طبعا ده صوت فيديو على الموبايل، سمعه على سماعات الكمبيوتر. وأرجو أن يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.